عارف ان ليا اكتر من 30 يوم ما بنزلش فيديوهات، ولكن انا كنت مقاطع الفتره اللي فاتت دي كلها علشان هذا الفيديو الجميل. فكرة الفيديو ده باختصار هو عبارة عن تحدي لمدة 30 يوم. الفكرة ان روتين واحد ماشي عليه لمدة 30 يوم. الروتين ده كان بيبدأ من الصبح. انا كنت بصحى على الساعة 3 ونص الفجر، والفجر كان بيأذن الساعة 4 ونص، يعني قبل الفجر بساعة. أصلي ركعتين وبعد كده أخلص أقعد جلسة الشروق، وبعد كده هو بقى كان في ورد ديني ماشي عليه، وفي ورد يومي. استحمى الصبح كل يوم بمية باردة، وبعد كده نطلع على الجيم في الجو اللي معنا بيه لربنا دوت. حابب ان انا انقل التجربه دياتي بكل حذافيرها، كل الخطوات اللي انا عملتها علشان اقدر انجح في التحدي دوت. الفكره كانت بكل اختصار هي في تظبيط النوم، الغاء الحاجات اللي هي ملهاش اي مثلا لازمه قوي يعني، وان انت تركز على اهدافك فقط. وبصراحه يعني انا فكره التحدي ده جات لي، يعني ان انا كان عليا فاينل كده كنت بظبط فاهم، كنت عايز اذاكر. فبالفعل الموضوع ده نجح والحمد لله، وكمان احنا داخلين على امتحانات ثانويه عامه، فاعتقد الموضوع ده هيفيدك بشكل كبير جدا. عشان كده ورقتك وقلمك وتعالى شوف ايه هو الروتين ده بالظبط. فانت الفكره ان انا بصحى الساعه 3 ونص الفجر. اول ما اصحى اقعد شويه، بعد كده اروح على طول، بس من غير ما تمسك التليفون لغايه يمكن مثلا قرب بعد الظهر لو انت عايز تذاكر بجد. اما لو انت مثلا عايز روتين عادي، فانت ممكن مثلا لغايه بعد الساعه 10 بعد كده تمسك التليفون. تروح اول حاجه تتوضى، بعد كده تصلي ركعتين. والوقت قلنا بتاع جو في الليل ده اللي هو يعني وقت الثلث الاخير من الليل، اللي هو وقت السحر. تقعد تستغفر شويه ربنا وبتدعي. فربنا بينزل للسماء الاولى وبيقول: هل من سائل فاعطيه؟ هل من سائل، يعني هل من سائل فاعطيه، او هل من داع فاجيب. فالوقت ده وقت ثمين جدا. بعد كده بتنزل تصلي الفجر، وركعتين الفجر خير من الدنيا ما فيها. بعد كده بقى بقعد كنت من الفجر للشروق بقول اذكار الصباح. وبعد كده برجع، اول ما برجع باخد دش ساقع. يعني بصراحه الوقت الجو كمان الوقت متقلب، شويه شتاء وشويه صيف، فالوقت فعليا الواحد ما كانش مستحمل اي حاجه. ولكن الحمد لله ال 30 يوم تموا كاملين. بعد كده بقى كنت عامل نفس وورد مثلا ان انا اقرا مثلا في اليوم كذا صفحه قران، بعد كده اقرا مثلا من كتاب. في الحقيقه كنت بقرا من كتاب الاب الغني والاب الفقير، كتاب جميل جدا. حاطط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. والكتاب مش غالي قوي يعني. وفي نفس الوقت ممكن تبدا تطور في مهاره معينه. انا صراحه كنت بعد عن السوشيال ميديا تماما عشان كنت بعد عن اي مشتتات. وكمان كنت حذف عندي من على التليفون الانستجرام والفيس والكلام ده كله علشان اقدر اركز. فكره البتاع دلوقتي هو ان انت جسمك يطلع دوبامين او يطلع نشوه كده، بس بعيد تماما عن الحاجات اللي هي السوشيال ميديا او الحاجات اللي هي الدوبامين السريع بكل اختصار. فالفكره فكره جميله جدا، ولكن انت محتاجه صبر. محتاجه طبعا شغلانه حاجه مقرفه جدا، ولكن هي محتاجه صبر. انت محتاج كل يوم مثلا تقعد لك كده مثلا في الصبح بعد جلسه الشروق شويه تقعد علشان تشوف انت هتعمل ايه. ايه هي اهدافك وايه اللي انت عايز توصله، بورقه وقلم اكتب انت عايز توصل لايه، وكل يوم افتح ورقه القلم دول وبص فيهم وحط خطه، واوعدك ان انت هتوصل لهدفك. لان كل اختصار كده الفرق ما بين النجاح والفشل هو حاجه واحده: التجربه، وان انت بالفعل تبدا وتحط رجلك على الطريق. وتذكر دايما: وما ربك بظلام للعبيد. يعني الموضوع سهل جدا. وما ربك بظلام للعبيد. الحاجة اللي انت هتعملها مهما كانت بجد، ابعد عن السيئات، اعمل حسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات. اول ما تعمل حسنات خلاص السيئات تبدا تتمحي. توب لربنا في الوقت ده كله، صدقني هتوصل لهدفك. الا بقى لو كانت ابتلاء، وان الابتلاء ان البلاء من يعني من عظم البلاء من عظم الاجر بتاعها. ان الله اذا حب عبدا ابتلاه. ما تتضايقش من حاجه زي كده، ولكن هي محتاجه صبر. وباذن الله هتوصل لهدفك باذن الله. بعد بقى كنت بنزل الجيم، نزلت الجيم عملت اشتراك لمده اللي هو 12 بتاع 12 يوم دلوقتي في الشهر. وفي الحقيقه كملت، ودي كانت النتيجه خلال 12 يوم. عارف ان النتيجه ما كانتش احسن حاجه، ولكن انا ما كنتش لا باخد مثلا مكملات ولا بروتين ولا اي حاجه، وهو ده كان الشكل الطبيعي على الاخر. ولكن انا يعني نفسي ان اي شخص يعمل كده. لان هي الفكره ما تستصغرش الموضوع وتقول ده الموضوع قليل، لا. ابدا امشي السلم، صدقني هتوصل. وما ينفعش تقعد تاخد السلم خطوه
و10 لا. لا، لازم خطوه خطوه، مش ان انت تاخد خطوه و10 لا ومره واحده تنط. كده هتقع يا معلم، وهتقع في بير السلم بعد كده، مش هتلاقي حد حتى يلحق يقومك. وفي الآخر وما أبرئ نفسي من ذلك، ولكن حاول تقاوم شهواتك، لأن هي بجد اللي مدمراك ومضيعاك. أنت مثلا بتعمل عادات سيئة، نفس القاعدة بتاعت إن الحسنات يذهبن السيئات، حاول تطبقها حتى في حياتك العادية. تاخد العادات السيئة دياتي وتبدلها بعادات كويسة، فبالتالي هتقدر تعمل لنفسك جو اسمه جو الرهبنة، أو جو إن أنت تقدر تقعد على الحاجة دي معتكف لمدة مثلا شهر، على حاجة معينة بتعملها وفكرة أنت شغال عليها في دماغك. صدقني الفكرة دي هتبقى حاجة جبارة جدا في الآخر، بس أنت محتاج في الأول تركز عليها، وبعد كده صدقني هتوصل. ولكن اهم حاجه اسعى وما تقعدش واقف مكانك. القصه دي انا دايما قلتها، وهي بتاعت السيده هاجر سيدنا اسماعيل لما كانوا في الصحراء. السيده هاجر كانت بتسعى ما بين الصفا والمروه وعماله تجري مكان مستحيل يكون فيه ميه، ولكنها قعدت تسعى، وفي النهايه حصلت المعجزه والميه طلعت من تحت سيدنا اسماعيل. فسبحان الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يعني الموازنه دي حاجه جباره، ولكن انت اشتغل بس، محتاج تتحرك. ربنا عنده رحمه، بس انت اقبل عليها. مثلا من الحاجات اللي هي مثلا استبدلتها بعاده كويسه وعاده يعني كده، هو ان انا كنت مثلا مش بستعمل التليفون مثلا في اي حته. في ناس على فكره بتستعمل التليفون جوه الحمام، وممكن مثلا يقعد يفتح فتح الواتس مش عارفه ايه. فنصيحتي لو انت مثلا عندك عاده زي كده، ممكن تحط كتاب مثلا في الحمام، وفعليا كل لما تدخل الحمام تاخد الكتاب تقرا فيه. خلال ال 30 يوم انا عايز اقول لك ان انت ممكن تخلص 5 كتب يا معلم. ففعليا حاجه، القرايه دي حاجه جباره جدا. ومع الوقت ولكن اقطع السوشيال ميديا، احذف الواتس، احذف الفيس، احذف التيك توك. خليك بجد يعني منعزل تماما وشغال على هدفك. ودي كانت فكرة الفيديو. انا عارف ان الفيديو يمكن قصير شوية، ولكن انا بس كان نفسي ان انت توصل لهدفك. وبالفعل على فكرة انا حاليا خلصت وخدت الاجازة الحمد لله، وبصراحة الوضع مية مية وفرحان يا معلم. وبإذن الله النتيجة تكون خير، واشوفكم في الفيديو ان شاء الله.